بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأهلي يفوز على سيراميكا كليوباترا. مباراة أنا من وجهة نظري يمكن الشوط الأولاني إلى حد ما أحسن من الماتشات اللي فاتت. ليه؟ أول هام بيلعب في استاد القاهرة الواسع الكبير اللي هو لعيبه الاهلي واخده عليه وبتعرف تلعب عليه، ما بتلعبش في الملاعب الضيقه زي المحله، زي الماتش اللي فات كانوا بيلعبوا في المقاولين العرب، وقبل كده حتى ماتش مودرن سبورت كانوا بيلعبوه في الاستاد ولكن اتعادلوا لان كانوا باول ماتش في الدوري، فما كانش لسه الدنيا زي دلوقتي. فالاستاد النهارده فرق كتير قوي مع لعيبه النادي الاهلي، تحديدا الشوط الاولاني. الشوط الاولاني انا شايف ان النادي الاهلي مستحوذ بس بدون انياب على المرمى. بدأ اللقاء اول كوره هجمه بتتعمل بالعرض بيطلعها بسام من طاهر محمد طاهر، بعد كده كوره بتتعمل من اشرف بن شرقي عرضيه بتقف تحت رجل طاهر ويقع، وطبعا بيطالبوا بضربه جزاء. يا جدعان هو اللي داس على الكوره، لا حد لمسه ولا حد زقه، الراجل اشترك معاه عادي ولكن هو اللي داس على الكوره. وخلي بالكم من غير ما انتوا تتعبوا نفسيكم، لو فيها حاجه كان طارق مجدي هيديها ضربه جزاء، اللي هو قاعد على الفار يعني، فانتوا ما تتعبوش نفسيكم يعني. فطبعا هاجوا ماجوا الفار فين والواحد اتنين الفار فين والكلام الفاضي دوت، وهي ما فيهاش حاجه اصلا. بعد كده فاول على ال 18 طاهر محمد طاهر بيحطها قويه جدا بيطلعها بسام. دي ابرز الهجمات اللي هي في الشوط الاولاني، طبعا غير الكوره بتاعت تريزيجيه اللي هو احرز منها الهدف. هات وخد مع اشرف بن شرقي ويخش لجوه ويحطها في البعيده لبسام الذي لا يسأل عنها تماما، يعني مش بتاعته خالص. 1-0.